تقول لي هو في وينج بتاع عرضيات هو زيزو كده. السلام عليكم. انتهى ماتش الاهلي والبنك الاهلي تعادل للاسف، والاسوأ من التعادل ان بان في مشاكل كتير قوي فنيه في الملعب، وكذا نقطه كنت بتكلم عليها في الفيديوهات اللي فاتت وما كانش حد تقريبا متفق معايا. للاسف بانت النهارده، ويعني ما كنتش متوقع ان هي تبان بالسرعه دي، وخصوصا بعد تعادل ماتش يانج افريكانز. قلت الناس بقى ايه سايقه مع الراجل، واللي هو 10/10 مفيش غلطات في الفريق ولا اي حاجه. بس شفت النهارده هجوم جامد قوي على المدرب، عكس الملحسه بصراحه اللي كانت بتحصل الماتشات اللي فاتت، خصوصا من الصفحات اللي معظمها اصلا قبيضه. افتكر كده وقت الماتشات اللي كنا بنلعب بيها بالشباب، كانوا قاعدين يطلعوا يقول لك بص المدرب بيجهز الشباب تكتيك وعبقري والكلام ده كله. اقول لك بس نقطه واحده، اللي هو من ساعه ما اللعيبه الكبيره رجعت ما خدش معاه ولا شاب واحد، ما فيش ولا يعني حد من الخمسه اللي انا قلت عليهم دول دخل معاه القايمه حتى. تعال نخش في تفاصيل الماتش. نبتدي الاول بالتشكيله اللي انا شايفها الصراحه عكس ناس كتير. بدل ما كان يلعب لك بطاهر والقرف ده، مع اختلافي ان بن شرقي يلعب يمين. حتى لما كان بيجيب اجوان في السوبر وفي الماتشات اللي قبلها كنت بقول لا برضه. بس الناس عماله تقول لك اهو اشتغل اهو في ناحيه اليمين، سيبه بقى واحد بيلعب ناحيه اليمين. أنت متخيل دايما هيستلم الكره ناحيه الكورنر، عمره ما هيستلم الكره في نص الملعب ويمشي بيها، ولا يعمل سروب يمينه ولا الكلام ده كله. ونخش على البلوتين التانيين، الباك اليمين والباك الشمال. كوكا لا بيدافع ولا بيهاجم ولا اي حاجه. يعني انا ممكن اكتر واحد بجيب سيرته في كل الفيديوهات هو كوكا من سوقه بصراحه. ونيجي للباشا اللي ناحيه اليمين، اللي كلنا مش عارفين هو جه ليه، مفهمش يعني السبب وراه ايه، بس اكيد مش فني، يعني واضحه يعني لاي حد بيتفرج كوره. بس في نقطه احمد عيد دي، الراجل ده كان مع منتخب مصر تقريبا، هو ما شاركش. ايه الفرق بينه وبين بالعمري؟ يعني احمد عيد ده تقريبا نزل كل الماتشات مع الاهلي اللي جه فيها. بالعمري يعني ما بيقعدش اصلا على الدكه. انت متخيل يعني ايه الفرق بين ده وده؟ هما الاتنين نفس الظروف. بالعكس بالعمري كان اساسي اصلا مع رجاء، بيلعب كل الماتشات. احمد عيد ده كان قاعد دكه في المنتخب وفي الفرقه بتاعته. الفيديو اللي فات انا قلت نستنى كده نشوف ايه اللي هيعمله الماتشات الجايه، وهو عدى ماتشين بالعمري ما عتبش الدكه اصلا، فباينه خلاص صريحه. سيبك بقى من العبط اللي بتعمله الصفحه، يعني شايفين يعني عبط يعني هو كان قاعد دكه مثلا في الرجاء فلسه بقى بيخليه جهاز فني؟ ده كان مع منتخب المغرب. عايز اكتر من كده ايه جاهزيه اصلا. نيجي برضو على النقطه اللي بعدها، وهو زيزو. جت النقطه اللي بقولها، زيزو ما يلعبش نص ملعب، ما يلعبش خالص، ما يعتبش مهما جاب اجوان ولا مهما عمل كذا حاجه. ما يغركوش والله، زيزو ناحيه اليمين، زيزو بتاع عرضيات بس مش اكتر من كده. تقول لي هو في وينج بتاع عرضيات هو زيزو كده، انت اللي جايبه على كده؟ حد قال لك جيبه؟ انا عن نفسي ما كنتش عايزه يجي بصراحه. ولما جه اصلا يعني هو مجتهد وجميل وزي الفل، بس ما تلعبوش نص ملعب. يمين ناحيه اليمين هيعمل لك عرضيه في اي وقت ممكن تيجي جون ولا حاجه، لكن في نص الملعب هو ما بيعملش حاجه. هو بيبص لتريزيجيه جنبه وشكرا، بس حتى ما بيحولش الملعب للناحيه التانيه. هو بيبص جنبه لتريزيجيه. يعني هتلاقي دايما الكوره دي بتحصل، كوره في رجل زيزو يبصها لتريزيجيه. كل ده بتكلم ولسه ما اتكلمناش على الماتش. بس هي المشاكل دي كانت في فتره قديمه ولسه مكمله، وهي اللي بانت النهارده. هي تراكمات، مفيش مشكله هتظهر وهتختفي لوحدها. وطبعا اللي يشيل كل ده هو المدرب عم يسترب ده. ما بقولش عليه فاشل، بس ما كانش مستاهل المدح ده كله. اللي هو اصبروا يا جماعه، يعني انا تقييمي ليه كان 40/60. 40 وحش، 60% كويس يعني اهو هنشوف. لكن المدح الاوفر اللي كان فيه ده انا مش فاهم. ولو جينا كسبنا الماتش الجاي هيتم برضه المدح فيه اوفر، مع ان هو ما عملش الحاجه الواو. يعني هو ما بيلعبكش كره عالميه، ده عادي خالص. يعني انت بتلعب على جمله واحده وشكرا. واختيارته للعيبه غلط، واللي هو كمان يعني انت تفضل شهر مع اللعيبه الشباب ما تاخدش حتى واحد منهم، فانت غلط برضه، فيك حاجه غلط. واللي انت تلعب كمان بطاهر، دي حاجه هنا مش هتطلع من زوري، سواء طاهر او كوك. انت كل ده لسه معتمد على الاثنين. ولما يجي احمد عيد تلعبه بالسرعه دي، يعني بسرعه يعني مش طبيعيه. اللي هو اول ما جه كان دكه اصلا، ونزل الماتش اللي بعديها تقريبا في اخر ربع ساعه حاجه زي كده، ونزل برضه في ماتش يانج افريكانز، والنهارده اساسي. ما دي برضه اختيارات بتبين لك الراجل ده بيفكر كويس ولا وحش. الشوط الاول كله ما فيهوش اي حاجه، حتى الشوط الثاني. بس خلينا في الشوط الاول. يعني بعد نص ساعه كده من الشوط الاول توقعت ان احنا هنخسر. كنت بقول لاخويا ده زي ماتش الاتحاد اللي كان من سنتين تقريبا، خسرنا 4. هو تيبيكال، لعيبه نازله متنحه ومفيش حاجه في الملعب اصلا بتتعمل ولا اي حاجه. فالشوط الاول كله عدى ما فيهوش شوطه، ما فيهوش شوط على المرمى حرفيا. صفر خلي فرص، صفر شوط اصلا
حتى من بعيد ما فيش اي حاجه. بس تيجي النقطه دايما بنتقد المدرب الاول، ما بنتقدش اللعيبه، عشان ان لو في حد مع الكره ناحيه اليمين المفروض المدرب قايل له تطلع بيها ازاي او تلعب ازاي او بنلعب على انهي هجمه. فانا دايما الراس الافعى هو المدرب. بس نزل الشحات مكان زيزو عشان اتصاب، تمام، مش حابب يلعب كوره طول الماتش. مش شوط اول بقى ما عملش باصه صح غير بتاعه اللي هي تريزيجيه دي وجت جول. انت متخيل يعني؟ هنا بقى يعني ما نظلمش فيها المدرب، اللي هو يعني انت يا شحات ايه ده؟ حتى الباص الصغير مفيش. اللي هو انت نازل تعمل ايه يعني؟ انا قلت يا رب ينزله وما ينزلش طاهر. شحات نزل مفيش. يعني تكتيكيا احنا ما نعرفش هو بيلعب ايه، لا شوط اول ولا تاني. بعيد بقى عن التكتيكي، ليك لمسه فين يا عم؟ يعني انت مفيش. طبعا الجون المضحك اللي جه فينا ده اللي الاهلي ما بيعرفش يجيبه اصلا في الفرق. يعني انت متخيل جون زي ده؟ جون حلو على فكره، ملعوب حلو، والحطه بتاعت الواد حلوه. الاهلي لغايه دلوقتي ما عملش جون زي ده اصلا من فاول ولا من اي حاجه. يعني الكره اتلعبت على القريبه وجت جون، مش عارف ازاي. يعني دي جت في الضيقه بتاعتك يا شناوي، الكره بتاعتك. هي ملعوبه حلو، بس يعني اعمل اي حاجه. يعني مش كده يخلص الشوط 0-0 في كل حاجه. تيجي الشوط التاني 0 برضه. انت ما اتحركتش غير لما لعبت بالتلاتة 5-2 لحد ده تقريبا 75. انت كمان ما اتحركتش فني، لا ده مجرد ضغط وشويه حماس. ده برضه باين لك ان الاهلي في الملعب ما فيش حاجه تكتيكيه بيلعب عليها. يعني زي ما انا قلت كده، انا كنت مستني الماتش ده بس قدام شويه، بس ظهر بسرعه عشان يبين المدرب اكتر. يعني حتى من الدقيقه 75 انت ما عملتش حاجه. هو كل المحاولات من عند تريزيجيه، هو اللي عمال ياخد الكره ويشوط، ياخد ويشوط او تتكعبل وما يعرفش يباصي وهكذا. غير كده انت ما فيش صفر على الشمال. حتى كام يوجا نزل، يعني بصراحه ما حدش يقيمه خالص. الماتش الجاي اكيد لازم يلعب اساسي، لازم يلعب اساسي، مش عشان مروان عثمان وحش، عشان انت واحد ده جايبه يلعب اساسي. يعني انا حتى شفته قلت ايه برضه على مروان عثمان، مش راس حربه. هو جه النهارده الماتش 0، هو مش موجود عشان دي مش حتته يا باشا، خليه وينج. فاحنا مستنيين المهاجم الماتشات الجايه. الماتش ده ما يتحسبش. يعني مثلا لو كان الكره دي جابها جون كان ايه هيبقى احسن مهاجم جه؟ لا، انت لسه هتشوف، لسه هنقيم. ويخلص الماتش بشكل سيء اسف بالتعادل. الدوري اللي فات والسنه دي معقربين. ده طبعا يعني الاختيارات لجنه الكوره الجميله اللوز اللي عماله تجيب اي حد في اي حته وخلاص. الاهلي اديله 2.5 سنين اهو مفيش كوره، مفيش حاجه، مع انك بتجيب لعيبه كويسه بس دي عشوائيه وباينه قوي. يعني حتى الناس دلوقتي جايه تتكلم عنها. انا عملت حلقه لما لعبنا بالشباب تقريبا كان غزل المحله ولا اللي بعدها، اتكلمت بقى عن النقطه دي، مسكت النقطه دي من اولها لاخرها. الناس جايه تتكلم عليها دلوقتي، وكويس ان هم بيتكلموا ان الاختيارات اي حاجه وفي مراكز كتير فاضيه. انت بس ايه بتبتدي بن شرقي وبعد كده تريزيجيه. طب انا استعجبت، اصل تريزيجيه كويس اللي هو يجي، بس ازاي بن شرقي وتريزيجيه؟ في يوم واحد هيقعد، ما تقعدش بقى تلعب لي ده مين تجيب بعد كده زيزو عايز تلعبه برضه فتروح حطه في نص الملعب. فدي عشوائيه بصراحه. كويس ان الكوره اترمت في حجر المدير الفني عشان ده وقته، وده يبين المدير الفني كويس ولا وحش ولا ايه دنيتك. ومع الماتشات بيبان وهيبان اكتر. بس لحد دلوقتي انا شايفه مش كويس، لا قفلني منه الصراحه. هفكركم بقى ماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك. ايوه فرقه زي دي شوط اول ما تجيبش غير جون واحد، فدي قفلتني منه وقتها. بس قلت ايه نديله فرصه تاني ونشوف الدنيا. لحد دلوقتي اكيد بتلاحظوا ان كل ماتش هي ماشيه بالزق. جون يجي في اخر دقيقه، يعني ضد يانج افريكانز الماتش اللي كان في مصر يقول لك جون اللي جه في اخر دقيقه في الشوط الاول انت كنت 3-0. الشوط التاني كان هيطلع وحش طبعا، مشي بالزق. جمل فنيه قليله قوي، اختيارات وتبديلات. ده بقى الناس الفتره الجايه بتتكلم على التبديلات. يا جماعه الراجل ده بيغير في الدقيقه على طول 75، وخصوصا لما يكون كسبان. انت بتكون كسبان وحش بس هو برضو ايه انا هغير في الدقيقه 75. الماتشات اللي فاتت بيغير في الدقيقه 60 خسرانين بقى او متعادلين. هو اساسه يا جماعه الراجل ده بيتاخر في التبديلات قوي قوي قوي، وهتشوف النقطه دي وهتبان اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. خير ولايك لو عجبك الكلام، وسلام.